فيعني بصراحة الوضع بيجي وضع سيء، وضع يغيظ، وضع بارد فوق الوصف. أنا بكلمكم أقسم لك بالله العظيم وقرفان من أي حاجة. والله بكلمكم وقرفان من الفيديو اللي بصوره نفسه. والله العظيم أقسم بالله العظيم الكلام اللي بتكلمه ده من جوه قلبي. وأنا متأكد إن الوضع ده وضع كل الناس، يعني كل الناس اللي عايشة الحياة دي وشايفاه، شايف الوضع ده، زعلان على الموضوع ده. بس أنا بستغرب في حاجة. هم مين دول اللي متحكمين في العالم دي كله؟ وليه الناس كلها ساكتة على الموضوع ده؟ ليه؟ يعني المناظر اللي حاصلة والناس اللي بتروح والوضع اللي حاصل وضع سيء، وضع غريب. وناس رايحة وناس جاية وناس بتتشاور وناس بتتفاوض وناس بتتكلم وناس بتتصل بناس. ده النهاردة راحوا له هناك، راحوا له في مكانه عشان يتفاوضوا معاه، نعدي وما نعديش ونودي ونجيب، رفض. قال انا مستمر هكمل. طيب ماشي. الناس اللي بتدعي عليه ويا رب كذا ويا رب كذا ويا رب كذا ويا رب كذا، ولا واحد دعوته صايبة. أكيد في حاجة عند ربنا هو شايفها سبحانه وتعالى. هو أدرى وأعلم بأمور عباده. فأنا بستغرب، أنا يعني مش عارف إيه اللي حاصل ده بالظبط. وليه الناس ساكتة؟ ليه الناس ساكتة؟ على فكرة أنا مش عايز أذكر أسامي ولا أذكر بلاد، لأني اللي بيتكلم في المواضيع دي بياخد حظر، وأنتوا عارفين أكيد المواضيع دي. بس موضوع غريب، والله العظيم موضوع غريب. يعني حاجات تقطع القلب، حاجات تحزن، حاجات تحزن. الواحد ملوش نفس، يعني حتى يفتح التلفزيون ولا يتفرج على النت ولا يوتيوب ولا، كل ما يشوف حاجة بيتخيل إنه ممكن يحصل فيه كده، أو يحصل في ناسه كده أو في بلده كده. طب السكوت ده ليه؟ سببه إيه؟ بكرة، بعده، خلاص كمان ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات. وكل كوم، وبتاع الخارجية ده كوم تاني. ده يا دوب بقى من السعودية لمصر، اللي مش عارف لفين 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 قاعد رايح جاي. عارفين ده عامل زي مين؟ ده عامل زي واحد ولده بيتخانق، واحد ولده بيتخانق بره، قال له على ما تاخد حقك انا هديها لفه على عيال عمهم، تكون انت خلصت ايه وخدت حقك. فيعني بصراحه الوضع بيجي وضع سيء، وضع يغيظ، وضع مستفز، وضع بارد فوق الوصف. انا بكلمكم اقسم لك بالله العظيم وقرفان من اي حاجه. والله بكلمكم وقرفان من الفيديو اللي بصوره نفسه. الواحد ما يلاقيش كلام يقوله. يعني النهارده كان في عصريه وشغالين، الناس فرحانه والناس بترقص في الفرح، وكله بيفكر في اللي حاصل. الناس قاعده على القهاوي، الضحكه مفيش. الماتش النهارده كان شغال والناس بتتفرج على مصر والجزائر، والدماغ برضو مدوشه في الموضوع اللي حاصل ده. ايه سببه؟ ليه ده كله؟ ليه؟ طب يعني سبحان الله، استغفر الله العظيم، الواحد يقول ايه يعني؟ ربنا سايب الناس دي بتتحكم في الناس دي ليه؟ وبتعمل كده، ومانعين اي حد يدخل من شرق ولا من غرب ولا من بحري ولا من قبلي. مش عارف. لو حد عنده حل ولا عنده جواب للي بيحصل ده، يا ريت يقول، حتى يطمنا ويريحنا. طب والناس اللي بتدعي دي، العالم كله بيدعي بيقول يا رب، يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا، ولا دعوة صايبة فيهم. امال بس احنا الواحد لما يدعوا عليه يقولوا يشهدوك شوكة ولا تخبطك عربية، ما فيش نص ساعة وتلاقيه خبره جه. يعني سبحان الله، استغفر الله العظيم، الواحد مش عارف يطلع. يعني كل اللي نقدر عليه ونقوله ربنا ينصرهم.
وربنا يحفظهم ويحفظ بلادنا يا رب.